أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Istaqimu wa'tadilu. Rakaat pertama sujud tilawah. Diulangi rakaat pertama sujud tilawah. Shalli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan imam Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya rindukan. Saya minta maaf karena sudah lama tidak bisa berkunjung ke Masjid Baitur Rahman karena kesibukan di Jakarta dan fokus dalam menyelesaikan lukisan Al-Quran 30 juz. Dan saya cuma berharap semoga jamaah di Palembang semua tetap bersemangat dan istiqamah dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dan dalam berkhidmat kepada umat. Dan pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya mau mengucapkan selamat pergantian tahun dari tahun 2002 menjadi tahun 2022 menjadi 2023. Saya berharap semoga tahun 2023 ini masjid kita bisa diresmikan, galeri Al-Quran juga bisa diresmikan, dan tahun 2023 ini lebih baik daripada tahun 2022. Amin. Dan kepada semua orang-orang baik, para muhsinin, para donatur yang sudah ikut ambil bagian dalam proyek melukis sejarah, melukis Al-Quran 30 juz. Semoga Allah berkahi rezeki kalian, semoga Allah jadikan keluarga para donatur menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak menjadi hafiz dan hafizah, alim-alimah, dai dan daiyah, dan semua berbahagia, berjaya dunia dan akhirat. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Insya Allah Januari saya akan ke Baitur Rahman. Kita akan ngopi lagi, ngobrol perkara iman, dan kita akan bersenda gurau lagi sebagaimana biasa setelah sholat subuh. Oke, salam hormat saya, salam ta'azim saya kepada semua jamaah Masjid Baitur Rahman, kepada semua muslimin dan muslimat yang ada di Palembang. Semoga Allah sayang kepada kita, Allah rahmati kita, Allah berkahi rezeki kita, diberikan kita kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya rindukan. Saya minta maaf karena sudah lama tidak bisa berkunjung ke Masjid Baitur Rahman karena kesibukan di Jakarta dan fokus dalam menyelesaikan lukisan Al-Quran 30 juz. Dan saya cuma berharap semoga jamaah di Palembang semua tetap bersemangat dan istiqamah dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dan dalam berkhidmat kepada umat. Dan pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya mau mengucapkan selamat pergantian tahun dari tahun 2002 menjadi tahun 2022 menjadi 2023. Saya berharap semoga tahun 2023 ini masjid kita bisa diresmikan, galeri Al-Quran juga bisa diresmikan, dan tahun 2023 ini lebih baik daripada tahun 2022. Amin. Dan kepada semua orang-orang baik, para muhsinin, para donatur yang sudah ikut ambil bagian dalam proyek melukis sejarah, melukis Al-Quran 30 juz. Semoga Allah berkahi rezeki kalian, semoga Allah jadikan keluarga para donatur menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak menjadi hafiz dan hafizah, alim-alimah, dai dan daiyah, dan semua berbahagia, berjaya dunia dan akhirat. Masjid Baitur Rahman Bangraya
merupakan salah satu masjid indah yang berada di tengah kota Palembang. Selain mengandalkan keindahan interior di dalam ruangannya yang dihiasi lukisan kanvas kaligrafi 30 juz karya Ustadz Dery Sulaiman, masjid yang saat ini masih terus dalam proses pengerjaan lantai 2, 3, dan 4 juga sedang dalam proses finishing, pemasangan, dan pengecatan kubah. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini untuk mencapai kesempurnaan. Namun demikian, para takmir dan panitia pembangunan, termasuk di dalamnya Ustadz Dery Sulaiman, yang dengan sepenuh hati membantu penyelesaian masjid ini dengan cara membuka program donasi bagi siapa saja yang ingin turut ambil bagian membangun rumah Allah sekaligus membangun istana di surga. Baik dengan cara donasi terhadap program galeri lukisan Al-Quran 30 juz maupun sekedar infak sodako saja. Nah pemirsa, bagi para dermawan dan juga pemirsa yang ingin berdonasi bisa menyalurkannya melalui dan sesungguhnya tidak akan pernah jatuh miskin orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Masjid Baitur Rahman Bang Raya merupakan salah satu masjid indah yang berada di tengah kota Palembang. Selain mengandalkan keindahan interior di dalam ruangannya yang dihiasi lukisan kanvas kaligrafi 30 juz karya Ustadz Dery Sulaiman, masjid yang saat ini masih terus dalam proses pengerjaan lantai 2, 3, dan 4 juga sedang dalam proses finishing, pemasangan, dan pengecatan kubah. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini untuk mencapai kesempurnaan. Namun demikian, para takmir dan panitia pembangunan, termasuk di dalamnya Ustadz Dery Sulaiman, yang dengan sepenuh hati membantu penyelesaian masjid ini dengan cara membuka program donasi bagi siapa saja yang ingin turut ambil bagian membangun rumah Allah sekaligus membangun istana di surga.
baik dengan cara donasi terhadap program galeri lukisan Al-Quran 30 juz maupun sekedar infak sodako saja. Nah pemirsa, bagi para dermawan dan juga pemirsa yang ingin berdonasi bisa menyalurkannya melalui dan sesungguhnya tidak akan pernah jatuh miskin orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah.